رفض رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم في اجتماعهم الذي عقد اليوم في الكويت برئاسة الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي، رفضوا إسناد تنظيم خليجي 21 بمدينة البصرة وأناطوا تنظيمها بالبحرين. ولم يأخذ رؤساء الاتحادات الخليجية بالضمانات التي قدمها الوفد العراقي برئاسة ناجح حمود رئيس الاتحاد، والذي ضم معه طارق أحمد أمين السر العام وكالة لتأمين نجاح البطولة وإقامتها في البصرة عام 2013، على الرغم من وصول نسب الإنجاز في مشروع المدينة الرياضية إلى 73%، وعلى الرغم أيضا من تصريحات الوفود الخليجية التي سبق وأن زارت البصرة وأبدت إعجابها بمشروع المدينة الرياضية. وقال رئيس اتحاد الكرة ناجح حمود في تصريحات صحفية أن قرار نقل البطولة من البصرة إلى البحرين لم يكن لأسباب أمنية، وأن المجتمعين قرروا أن تقام بطولة عام 2015 في البصرة. هذا وصدمت الأوساط الكروية العراقية بقرار رؤساء اتحادات الكرة في دول الخليج بنقل بطولة خليجي 21 من البصرة إلى البحرين لأسباب تتعلق بعدم اكتمال البنية التحتية لمدينة البصرة كما أعلنوا. ووصف المعنيون القرار بأنه لم يكن منصفا ويمثل إحباطا للجماهير الكروية في العراق. تقرير أحمد قاسم. فرحة بزيكو الذي وصل العاصمة بغداد لتوقيع عقد تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم رسميا يوم غد، أم حزن على قرار رؤساء الاتحادات الكرة الخليجية بنقل بطولة الخليج من البصرة إلى البحرين؟ اختلطت المشاعر بين حزن وفرح لدى الأوساط الكروية. اتحاد الكرة تفاجأ بحسب أعضائه بقرار حرمان العراق من تنظيم خليجي 21. إناطة تنظيم كأس الخليج 21 إلى دولة البحرين و22 إلى جمهورية العراق، هذا يؤسفنا. اتصلت رأسا برئيس الاتحاد كابتن ناجح حمود هو بالاجتماع وتكلم، قال بسبب البنى التحتية غير كاملة وهذا السبب الرئيسي لنقل خليجي 21 من البصرة. فيما أكد صحفيون رياضيون بأن التحجج بعدم اكتمال البنى التحتية ليس هو بيت القصيد، وإنما للقرار وجه سياسي مبطن. التحجج بعدم اكتمال البنى التحتية أو الهاجس الأمني الموجود عند الأخوة هو سبب آخر أو سبب غير مباشر لرفع التوظيف العراقي. للأسف الشديد هناك خيبة أمل كبيرة يعني، وهناك إجحاف كبير لحق بالعراق وليس في الرياضة العراقية من خلال الاجتماع اليوم. نرد عليهم بالأفعال، وما تواجد زيكو العالمي في بغداد إلا رسالة بأن العراق آمن، والكلام للنائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة. هذا القرار أنا أعتبره قرار سياسي مو رياضي حقيقة. يعني تقول لي على جهودنا السياسية والدبلوماسية، أقول لك ضعيفة كانت جدا. فقط احنا اشتغلنا رياضيا. بعدين وصول زيكو كشخصية عالمية إلى بغداد راح ينطي صورة وانطباع جيد عن بغداد، أنه بغداد آمنة، مو مثل التقارير الأمنية اللي تقول بغداد غير آمنة، أو ادعاءات الاتحاد الدولي بنقل مباريات المنتخب العراقي خارج العراق. وزيكو يعد بالأفراح. اللي يهمنا هو سعادة الجمهور العراقي قبل كل شيء. تأخرنا، المهم احنا الموجودين اليوم الوقت الحاضر هنا أولا. اثنين، نحتاج دعم الجمهور للفوز بالمباريات القادمة إن شاء الله. الهدف الأساسي هو الفوز على المباراة القادمة، نفوز فيها إن شاء الله، وعندنا بعد بكرة رحلة طويلة إلى الدوحة ومسيرة طويلة أيضا. وبهذا القرار الخليجي قضي على البصرة بأن لا تحتضن بطولة الخليج، وعليها أن تنتظر لما بعد بطولة البحرين. أحمد قاسم، الحرة، بغداد. والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ عصام الديوان. أستاذ عصام، كيف تنظرون للقرار الذي اتخذ اليوم في الكويت برفض إقامة خليجي 21 في البصرة وتكليف البحرين بذلك، وهل هناك من موقف رسمي حول الموضوع؟ شكرا أخي حسام. حقيقة بالرغم من ما تناقلت الفضائيات من بعد ظهر هذا اليوم وما أثار على القناة الحرة العزيزة من تصريحات للنائب الأول والنائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ليأكدون حرمان العراق من استضافة البطولة جراء التقرير الأخير لجنة أمناء السر للخليج واللي ثبتت 7 نقاط. وحقيقة هذه ال7 نقاط أعتقد أنها غير كافية لأن يكون قرار الإخوان رؤساء الاتحادات الخليجية بحرمان العراق من حقه الطبيعي، والدلائل كثيرة
من بنى تحتيه ما يناقش وهو بحاجه الى وقت، واحنا امامنا 14 شهر نعم. لانطلاق فتره الاولى للمباراه الاولى، واعتقد وقت كافي لقضايا بسيطه هي تتعلق بالبنى التحتيه من شوارع وجسور وسكن. طيب. احنا حقيقه هناك حمله جاده من محافظه البصره لترميم القصور الرئاسيه، ووزاره الشباب والرياضه اعلنت عن بناء فندقين ب 250 غرفه من البناء الجاهز اللي هو ستيل ستراكشر، وهناك بدائل اخرى كالبواخر الفندقيه، وكان هنا اتصالات مستمره مع الشركه التي ستقوم بانشاء المدينه الاولمبيه في لندن لاولمبياد لندن. عندنا بدائل كثيره، لكن للاسف الاخوان تعجلوا في القرار. انا كان املي حقيقه حتى اثناء حديثي يوم امس من على قناه الرياضيه العراقيه مع الاخ فوزو، كنت ما بين السطور انه اطلب بتاجيل القرار الى 31/3، واذا كان العراق غير جاهز لاستضافته احنا لا نقبل لانفسنا ان يكون خليج البصره نسخه غير جيده وغير موفقه، بل نريد ان تكون نسخه افضل من سابقاتها. انه هناك تعجل في اتخاذ القرار هذا اليوم، واحنا علينا ان نتقبل هذا القرار برحابه الصدر بانتظار. انا لحد هذه اللحظه لم يصل الينا كحكومه كوزاره شباب والرياضه طيب استاذ عصام من قرار رسمي لو تسمح لي موثق مكتوب نعم موقع من رؤساء الاتحادات نعم منقول عبر رئيس الاتحاد ورئيس وفدنا. استاذ عصام ننتظر عوده الاخ ناجح حمود. هو القرار اتخذ لا ريبه في ذلك، ولكن نعم لماذا بعد سيصار لو تعطيني مجال استاذ عصام الى مؤتمر صحفي موسع. نعم. لماذا لم يكن هناك تحرك سياسي على مستوى رفيع، طالما ان هذا الحدث كثيرا ما يخضع لتطورات سياسيه في المنطقه، ومثل ما ذكر الاخ شرار حيدر انه القرار سياسي اكثر مما هو فني ورياضي. انا حقيقه الوحيد التي اتقاطع واتعارض مع كل من يتصور ان القرار هو سياسي اكثر ما هو تنظيمي. القرار هو تنظيمي، هم ثبتوا ملاحظات. انا احد الناس لحد هذه اللحظه، لحد ان ثبتوا الملاحظات ما اعطونا فرصه. ثبتوا ملاحظات، نعم 3 ملاحظات هي متعلقه بالشوارع والجسور والطريق الهايوي من المطار الى طيب باقي المدينه ومن منفذ الثاني الى المدينه. نعم. ما اعطونا فرصه الاخوان، وهذه يعني هي مو قضيه بها تكنولوجيا عاليه وطريق ومجسر يعني هايوي او فريوي. اذا ماذا تسمي ذلك يعني؟ ستيل ستراكشر والشركات مستعده. نعم. ودعينا 16 شركه يعني للتنافس على هذا الموضوع والاموال موجوده. طيب. لكن لا اعرف لماذا ماذا دار في الاجتماع من خطايا وما هي حيثيات وتفاصيل دقيقه للاجتماع سيطلعنا عليها الاخ ناجح حمود، وبالتالي هناك قنوات قانونيه ودبلوماسيه، والقرار هو ليس قطعي، والقرار هو ليس صك موقع ولا يجوز تمزيقه والغائه. احنا سنناقش ولا زلنا حقيقه اذا كنا لحد 31/3 هذا السقف الزمني انا اقترحته، اذا كنا هنا قادرين الى ان قبل البطوله بشهرين نستكمل اجراءاتنا، سنضع الاخوان اصحاب القرار في عدم استضافه الخليجي من قبل العراق البصره حقيقه في زاويه حرجه. نعم. لانه سيخرجون بعدم الاجابه. نعم من بغداد. في اتخاذ نعم. القرار. شكرا استاذ عصام. يوم غدا وصول الاخ ان شاء الله وسيصار الى مؤتمر اكثر تفصيلا. نعم. انا متألم فيما اذا كان القرار طبعا القرار. نعم. استاذ عصام اسف لضيق الوقت من بغداد. وكيل وزاره الشباب والرياضه الاستاذ عصام الديوان، شكرا جزيلا. ايضا اتصلنا بالكابتن ناجح حمود رئيس الاتحاد وما كان يرد على التليفون. اسفرت قرعه منافسات كره السله للرجال